يلا بينا نعمل احلى قطعة جاتو شاتو. بس انا بقى مقطعه الحتت كبيره، يعني بصوا انا ملحقتش اصورها يا جماعه، اتنسفت. كوبايه الا ربع من السكر، انا النهارده مش عايزاها مسكره قوي. وكوبايه الا ربع من الزيت. طبعا السكر غالي كمان يعني، فلازم نقلل السكر عشان مضر وعشان غالي. وبعد كده نزلت بكيس فانيليا، بحب احط الفانيليا في الصوص. وبعد كده نزلت ب5 جنيه كاكاو خام، يعني ربع كوباية كاكاو خام. وهحط عليه معلقة صغيرة قهوة، بتدي تيست حلو قوي، ونكهة القهوة بتبقى جامدة في الكيك. اهيت هحطها وهضرب بقى. وطبعا ناقص كوباية اللبن الدافية، لو مش عايزة تستخدمي لبن ممكن تستخدمي كوباية مية دافية، بس انا بصراحة عمري ما عملتها بالطريقة دي، هبقى اجرب برضه اعملها معاكم. ضربت كده الكلام ده كله في الخلاط. وبعد كده بقى ايه، حبيت اعلي التيست شويه، لقيت عندي كيس لبن بودر، رحت حطاه وضرباه تاني. بصوا طلع احلى صوص شوكولاته، تحفه يا جماعه. جبت بقى بعد كده، بعد ما شلت كوبايه صوص، جبت بيضتين وضربتهم في الخلاط، حطيتهم على المكونات اللي في الخلاط. وبعد كده هحط كيس بيكنج باودر، ومعلقه كبيره خل، وكوبايه هرميه من الدقيق. كده هبقى حطيت المكونات كلها وكله في الخلاط، والصوص منه فيه طلعناه. سهلة جدا وبسيطة وكلها في الخلاط، مفيهاش اي حاجة صعبة. وبعد كده مسخنة فرني على 180. اول ما يسخن كده يدفى، بس مش يسخن يعني، مينفعش تحطي الكيك في فرن سخن. هنضرب بقى الكلام ده كله في الخلاط. بصوا الفوران بقى بتاع البيكنج باودر والخل. ضربت الكلام ده كله في الخلاط، وجبت صينية ورحت نازلة بيه الخليط فيه. اهم حاجة الكوباية اللي تعايري بيها تبقى هي نفس الكوباية في كل المكونات. بصوا بقى القطعة عاملة ازاي، تحفة، غرقانة شوكولاتة. ودي صينية كبيرة مش صغيرة، تحفة يا جماعة بجد.